ليه بتحس ان رمضان بيجري؟ وليه بتحس بعد اول اسبوع انك ما لحقتش تعمل حاجه؟ وقتك في رمضان هو راس مالك الاساسي. في البيزنس الشركات بتحسب العائد من كل جنيه بتصرفه. طب احنا ليه مش بنحسب العائد؟ كل ساعه عندك فرصه يا تكسبها يا تخسرها. وهقول لك حساب سريع. بتقضي كام ساعه على السوشيال ميديا كل يوم بعد الفطار؟ 4 ساعات مثلا. هل الساعات دي رجعت لك بفايده؟ زودت عبادتك؟ قربت من هدف من اهدافك؟ عملت حاجه مفيده؟ لو الاجابه لا يبقى دي فرص ضايعه. والحل خلي عندك ميزانيه الوقت زي ميزانيه الفلوس. اعرف كل ساعه رايحه فين خلال الشهر ده. الار او اي ريتيرن اوف انفستمنت مش في الشغل بس. كل حاجه بتعملها في رمضان. عباداتك، هل بتقرا قران يوميا ولا مستني العشر الاواخر من رمضان؟ صلاتك، بتصلي الفروض والتراويح بخشوع ولا مستعجل وخلاص؟ علاقاتك الاجتماعيه، هل العزومات قربتك من اهلك وقرايبك واصدقائك ولا عباره عن وقت بيضيع في كلام ملوش لازمه؟ عاداتك الصحيه، هل فطورك وسحورك صحيين ولا بنفضل ناكل لحد ما نحس بالخمول؟ استثمارك في نفسك، هل اتعلمت حاجه جديده؟ تخطط لاهدافك بعد رمضان ولا اليوم بيعدي كده بدون قيمه؟ لو خصصت نص ساعه في رمضان بس يوميا لقرايه القران، للتعليم، اي حاجه جديده، هتخرج من الشهر ده وانت كسبان 15 ساعه استثمار حقيقي في نفسك. الهاي ار او اي تايم، ازاي تحول يومك لاستثمار ناجح. بريتو برنسبلز واتكلمنا عنه قبل كده. 80 20 80% من النتائج بتيجي عن طريق 20% من الانشطه بتاعتك. ركز على الحاجات اللي بتفرق بجد. نظام دبل ار او اي، اي حاجه بتعملها اسال نفسك ممكن ارجع منها بفايده ثانيه. لو بتسمع قران، روحانيات، تهدئه اعصاب، تحسين تركيز. ومره طبخت مع العيله، انجاز، وقت اجتماعي، وصدقه لو وزعت منها كمان يا سيدي. لو بتتمرن بقى بعد التراويح، صحه، صفاء ذهني، تقليل كسل. شيل اي مهام عندك قللت العائد بتاعها. اي نشاط بياخد وقت بدون عائد ملموس قلله من عندك او شيله خالص. تعلم فن النو. اي حاجه ملهاش قيمه حقيقيه في وقتك في رمضان قول لا بدون تردد. الخلاصه، رمضان فرصه استثماريه استغلها بذكاء. وقتك ده راس مال، فكر فيه كانفستمنت مش ايام بتعديها وخلاص. وابدا احسب الار او اي لكل عائد من عندك. هتشوف فرق كبير قوي في نهايه الشهر بتاعك. وتحدي النهارده بقى، ايه اكتر فرصه ضيعتها في اول اسبوع في رمضان وحسيت انك ممكن تستغلها احسن من كده؟ اكتب لي في الكومنتات لعلنا نستفيد. كل سنه وانتم طيبين، سلام.